السلام عليكم. كاينين شي اماكن في بلاد ديالنا واخا كيدوز عليهم الزمان كيبانوا لينا غير حيوطه قديمه ومهدومين وكيبقاو مخبين اسرار مرعبه ما كيقدر حتى شي حد ينبش عليها. القصه ديال اليوم طويله فيها احاديث واقعيه وغريبه وقعت في سنه 2021. ديك الوقيته كانت الشتوى. القصه ديال ثلاثه ديال الشباب، وهاد ثلاثه ديال الشباب هم اصدقاء. الصغير فيهم سميتو زكريا واللي هو مصور وعزيز عليه يكتشف اماكن تاريخيه، وصاحبو عادل اللي كيفهم في الهندسه، والثالث سميتو كمال اللي كيقرا التاريخ والمخطوطات القديمه. هاد ثلاثه الاصدقاء كان عندهم واحد شرف كبير يكتشفوا المباني والقصور القديمه والمهجوره اللي كتواجد في بلادنا في المغرب. في واحد النهار كمال كان كيقرا في الكتاب التاريخ قديم شراه من المارشيات ديال الكتب في مدينة مكناس. لقى في ذاك الكتاب النص كيتحدث على واحد القصر ضخم كبير كان الملك ديالو اللي واحد التاجر كبير في خمسينيات من القرن الماضي. هذا القصر كان مبني في وسط الغابة معزولة في نواحي مدينة مكناس. الغريب في الامر هو ان هذا التاجر والعائله ديالو والخدامين اللي كانوا معاه غبروا كاملين في ليله واحده في سنه 1972، وما بقى عندهم حتى شي اثار، وكأن الارض انشقت وابتلعتهم. الناس ديال هاد المنطقه المجاوره كان كيقولوا باللي القصر تسكن من الجن بعدما التاجر دار واحد المعاهده غريبه مع الحراس الجبل باش يولي غني. الفضول اللي كان في هاد الشباب بثلاثه قرروا يوجدوا الكاميرات والمعدات ديالهم ويسافروا في ديك الليله بالضبط باش يكتشفوا السر ديال هذا القصر. في ذاك النهار خرجوا في السياره ديال زكريا مع الساعه ديال 9 ديال الليل. الجو في ديك الليله كان راكم عارفين فوق ديال المشتى كيكون بارد والجو كيكون قاسي بزاف، وهما غاديين مع الطريق والشتا كطيح، وهما طالعين الجبل والضبابه بدات كتنزل، والضبابه قويه بزاف والشجر ما بقى كيبين لهم والو. خرجوا الاصدقاء في السياره ديال زكريا مع الساعه 9 ديال الليل. الجو في ديك الليله كان قاسي بزاف والشتا كطيح بالكثره، والضباب نازل في الطريق ومغطي الشجور. كلما كانوا كيقربوا للمنطقه الطريق بدات كتبدل وكتحول الطريق غير مليئه بالحجر كما كنقولوا لها حنا الطريق بيستا. كانت الساعه 11:30 ديال الليل. التليفونات ديالهم بثلاثه قطعت ليهم الريزو، ما بقاتش عندهم الشبكه نهائيا. بانت ليهم بنايه ضخمه ديال داك القصر، وداك القصر كان قصر كبير، وداك القصر كان فيه ثلاثه ديال الطبقات. الاسوار ديالو مبنيه بالحجر الاسود، والباب الرئيسي هو الباب عباره عن باب خشبي ضخم ومصنوع من الحديد، وداك الحديد مصدي بسناسل ثقال. نزلوا من السياره والبرد كان شديد بزاف. عادل جاب العتله قدر يقطع السلسله اللي مصديه، دفعوا الباب وتحلت بواحد الصوت غريب جدا. وداك الصوت راكم عارفين الباب ملي كتكون مصديه تهزات ديك المنطقه كامله. دخلوا للساحه الخارجيه ولقاو وسط الساحه نافوره قديمه ويابسه، وفي الوسط منها الاثاث قديم ومهرس، كأن الناس اللي كانوا هنا خرجوا بواحد العجله كبيره وما رجعوش كاع نهائيا. دخلوا بالباب الرئيسي ديال القصر، وراكم عارفين الريحه ديال الغبار وحاجه اللي كتكون قديمه كتكون فيها الرطوبه ومصديه. جبدوا البيلات ديالهم وشعلوهم، بدات كتقطع بيلات ما بغاوش يخدموا. واحد شويه هم يتشعلوا البيلات، بداو كيمشيو في الممرات الطويله، وديك الغرفه كانت كبيره وعامره بالاثاث قديمه، وديك الاثاث كلهم في بلاصتهم ومغطين بواحد الثوب بالابيض، وهذاك الثوب راكم عارفين الدار ملي كتكون قديمه وعامره بالغبار. زكريا جبد الكاميرا ديالو وبدا كيصور بالكاميرا، والفجاه سمع واحد الصوت كيتكرر في القصر. وقفوا بثلاثه وسكتوا الصوت، وداك الصوت كان جاي من واحد الغرفه في نهايه الممر. قربوا بشويه ولقاو باللي الصوت كان عباره عن بندول ديال الساعه حائطيه قديمه بزاف، كانت خدامه وكتحرك بوحدها في القصر المهجور. كمال قال لهم بالصوت منخفض كيفاش الساعه قديمه ومصديه تكون خدامه وتحرك في المكان مهجور من 500 سنه. هنا بدا الخوف كيدخل قلوبهم، ولكن زكريا اصر عليهم يكملوا الطبقه الثانيه حيت تما كاينين غرف النوم والمكتبه الرئيسيه اللي جاو عليها بالضبط. طلعوا في الدروج، وداك الدروج راكم عارفين كان خشبي. وصلوا الطبقه الثانيه ولقاو ممر طويل وفيه واحد الابواب كبيره بزاف، وهذوك الابواب مسدودين. في وسط الممر لقاو الغرفه المكتب مفتوحه، دخلوا ليها ولقاو الاوراق والمخطوطات ملوحين في الارض. في الوسط الطاوله الرئيسيه لقى كمال دفتر الملاحظات الشخصي ديال التاجر صاحب القصر. كمال شدو الفضل وفتح داك الدفتر ولقى داك الوراق
صفر وراشين. ولقى في الصفحه الاخيره كانت مكتوبه بالتاريخ 12 اكتوبر 1972 مكتوب فيها بالخط مرتجف، يعني كان شي واحد كيكتب ويدو مرعوده. وداك الشيء اللي مكتوب: انقذونا، الميثاق ينتهي الليله، كيانات التي اخرجتها من تحت البئر لا تريد الفضه ولا الذهب، انها تريد ارواح كل من يدخل هذا القصر. واحد اللقطه الباب الرئيسي ديال الطبقه الاولى تسد بجهد وبالقوه، زعزع داك القصر كامل، والاضواء ديال البيلات ديالهم بداو كيطفاو ويشعلوا، وكيسمعوا واحد الصوت خطوات ثقيله كتمشي في السقف فوق منهم مباشره. عادل جرى اتجاه الدروج باش يهرب، ولكن مفاجاه صادمه، الدروج اللي طلعوا منهم ما بقاوش كاينين، ما لقاش بلاصتهم، ما لقاش الدروج اللي طلعوا منهم وما بقاوش كاينين نهائيا. لقاو راسهم محاصرين في الطبقه الثانيه في وسط ظلام دامس. بدات الحراره كتنزل المكان لدرجات تجمدوا، وكان كيجيهم واحد الاصوات صراخيه وغريبه، واحد الضحكات هستيريه، واحد الصوت السلاسل كتحرك في الارض. بقاو غاديين بشويه بشويه، وصلوا في نهايه الممر بدا كيبان لهم واحد الظل كبير وضخم، وداك الظل بقاو كيرفعوا راسهم وكيشوفوا السقف. بدا كيبان لهم عينيهم ولاو حمر بقوه الخلعه. كمال طاح في الارض وسخف، وعادل ولا كيبكي ولا كيهبط منهم الدموع والخوف، ولا كتشدهم الرشفه. زكريا فكر باللي الكتاب اللي كان مع كمال هو اللي فيه المخرج هذه المصيبه هذه. ناض كمال فتح الصفحه الاولى ولقى باللي البئر الملعون كاين في القبور تحت الارض، وهو المصدر ديال هذه اللعنه اللي نزلت عليهم. ناضوا بثلاثه بيهم كيجريو لاتجاه الباب الخلفي اللي كانوا كيخرجوا منه الخدامه، ولقاو واحد الباب صغير، وداك الباب ديال الحديد هو اللي كيدي داك البئر. نزلوا كيجريو في الدروج مظلمه، والاصوات وراهم كتقرب وكتزيد بقوه وبشده. ناضوا كيجريو حتى وصلوا للبئر، لقاو داك البئر قديم ومفتوح وسط منه رموز غريبه. كمال عرف باللي داك الرمز هو اللي غادي يخرجهم من هذه المحنه هذه اللي راهم فيها. كمال جبد الشكاره ديالو وجبد واحد القرعه ديال الماء، وداك القرعه ديال الماء كان مرقيها واللي كانت معاه من جاو حتى وصلوا لهذا القصر. وكمال جبدها وبدا كيرش وسط ديك البئر وكيقرا بالايات الكرسي بواحد الصوت مرتفع، وحتى ولا كيتزعزع ديك البلاصه والارض كتزعزع، كلشي ولا مخلوع، كلشي شده الخلعه وشده الصدم. كمال كيقرا بجد واللي معاه كيقراو بجد. واحد اللحظه وهي غادي تنفجر ديك الصخره اللي كانت موجوده داخل اعماق ديال داك البئر، هزات القصر كامل وداك النواحي ديال الجبال كاملين، والظلال اختفى. واحد اللحظه هما يسخفوا، من ضرباتهم الفيقه لقاو راسهم خارجين على القصر، والنهار طالع والضوء ديال الشمس بدا كيبان. ناضوا دغيا كيجريو للسياره ديالهم وركبوا، مابقاوش كيشوفوا موراهم، بقاو عليه: كسير يا زكريا، كسير يا زكريا، ما تشوفش موراك. ومصدومين وشداهم الخلعه. زاد زكريا في السرعه وهرب بحالو لمدينه مكناس. وصلوا المدينه وظنوا ان الكابوس تسالى ورجعوا لحياتهم عاديه، ولكن بعد الاسبوع من ديك الحادثه عادل كان جالس في الدار، وبالليل فتح الكمبيوتر باش يشوف الصور اللي صور زكريا في ديك الليله. فتح الملف ديال الصور ولقى جميع الصور واضحه، ولكن في كل صوره من الصور في الخلفيه المظلمه كان كيبان في واحد الظل ضخم وواقف وراهم ومبتسم ابتسامه مرعبه. في ديك اللحظه صونا تليفون ديال عادل، كان الرقم ديال زكريا. عادل فتح الخط وقال له بالتوتر: زكريا، واش شفتي الصور اللي شفت في الكمبيوتر؟ ولكن الغريب الامر ماشي زكريا اللي كان كيهضر معاه، كان واحد الصوت اللي جا في التليفون ما كانش صوت زكريا، كان صوت بارد وثقيل بزاف كيقول له: زكريا، كمال رجعوا عندنا للقصر، انت وقتاش غادي ترجع تاخذ حاجه ديالك؟ وهنا كينتهي هذا الجزء اللغز ديال القصر المهجور بضواحي مدينه مكناس. واش كتعتقدوا باللي عادل غادي يقدر يعتق صحابه؟ الى عجبتكم هذه القصه هذه ان شاء الله غادي نبقى ندير لكم القصص الطويله، وما تنساوش تشتركوا معنا في القناه ونال الاعجاب لهذا الفيديو هذا. ان شاء الله الا لقينا الاعجاب غادي نوليو نديروا فيديوهات طويله وقصص طويله ان شاء الله. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.